السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ADR Story. القصة ديال اليوم واقعية، وكان واحد السيد حكاها بالضبط كيف عاشها، وقال أنها كانت أكثر ليلة مرعبة دازت عليه في حياته. وقبل ما نبدأ، لأول مرة كيشوف القناة خليكم تشجعونا وديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. القصة كتقول أن واحد الراجل كان ساكن بوحده في دار قديمة شوية وسط مدينة صغيرة. الدار كانت نهار هانية، ولكن في الليل كتبدل كامل. في واحد الجمعة في الليل كان جالس كيتفرج وكل شيء كان عادي حتى بدا يسمع صوت خطوات فوق السطح. في الأول ما عطاش أهمية للصوت، قال غير ربما قط ولا الريح كتحرك شي حاجة. ولكن الغريب هو أن الخطوات كانت منتظمة بطيئة وكتبان بحال شي حد كيدور فوق راسه. مع الوقت الصوت بدا كيقرب وبقى مستمر أكثر من 10 دقائق بلا توقف. الراجل وقف التلفاز وبقى غير مركز مع الصوت. ديك اللحظة حس واحد الإحساس غريب، بحال إلا شي حد فعلا كيمشي فوق السطح خطوة بخطوة. قرر يطلع من الشباك، ولكن السطح ما كيبانش كامل من التحت. تردد شوية، ولكن جمع شجاعته وطلع المفاتيف. مشى بشوية وفتح باب السطح، وفجأة جميع الأصوات وقفات. السكون كان مطبق إلى درجة خلاته يشك واش فعلا كان يسمع شي حاجة ولا غير تخيله. دخل السطح وقلب بالجوال، ولكن ما كان حتى واحد. نزل مرتاح وقال براسه يمكن غير تخيلات. ولكن المفاجأة كانت منين سد الباب. بمجرد ما دار المفتاح رجعت نفس الخطوات، هاد المرة أقرب وأوضح وماشي بشكل عشوائي. كانت خطوات مثقلة بحال شي شخص كيمشي بوعي. طار عند الشباك بسرعة، وبالصدفة بانت ليه زاوية صغيرة من السطح، وشاف فيها حاجة خلات الدم يتجمد في العروق ديالو. شاف ظل واقف فوق السطح، ولكن ما كانش باين جسد، غير ظل طويل واقف في الزاوية وكيتجه لتحت بحال اللي كيراقبه. بقى واقف بلا حركة، والراجل من تحت كيحاول يفهم واش كيتخيل ولا فعلا كيشوف اللي كيشوف. الضوء ديال الجيران كان كيساعد شوية، ولكن ملامح ما كانوش كيبانوا. خاف يطلع مرة أخرى، بقى في الدار شاعل الضوء كامل وما قدرش ينعس داك الليلة. في النهار مشى عند جارو اللي كيسكن قدام السطح وسولو واش كيشوف شي حاجة في الليل. الجار جاوبه بجملة زادت الأمور غموض. قال ليه بأن داك السطح كان ديال واحد الراجل مات من سنين، والناس اللي كانوا ساكنين قبل كانوا حتى هما كيسمعوا نفس الأصوات، وكيقولوا بأن الظل دايما كيبان في الليل في داك البلاصة. الراجل ما قدرش يكمل العيشة في داك الدار وبدل السكن بعد شهر. والغريب هو أنه الناس اللي جاو بعده بقات عندهم نفس الشكاية، خطوات فوق السطح، ظل كيقف في نفس المكان، وأصوات كتظهر غير في الليل. إذا عجبتكم القصة وخاصكم قصص أخرى واقعية وغامضة، خليوا لي تعليق، وما تنسوش ديروا اشتراك في القناة باش تشجعوني نقدم لكم الأفضل دائما. شكرا لكم على المتابعة.